الفيفا تتحرك بعد ظلم الحكم لمنتخب المغرب أمام فرنسا. ولكن قبل بداية الفيديو شاركونا برأيكم في التعليقات عن أداء المغرب أمام فرنسا وظلم التحكيم. وقبل بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم أخبار المنتخب المغربي فور نزولها. وهيا بنا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثار الحكم المكسيكي سيزار راموس الجدل بعدما رفض احتساب ركلة جزاء لمنتخب المغرب خلال الشوط الأول من مباراة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022. وفي الدقيقة 27 شهدت المباراة حالة جدلية بعدما قرر الحكم سيزار راموس منح الخطأ لصالح المنتخب الفرنسي وليس لمصلحة سفيان بوفال لاعب المغرب، حيث نال الأخير بطاقة صفراء. وأثبتت الإعادة التلفزيونية أن ثيو هرنانديز هو من تدخل على سفيان بوفال، وبالتالي فإن اللاعب المغربي له ركلة جزاء لم تحتسب ولم تشر تقنية الفيديو إليها. وسجل المنتخب الفرنسي الهدف الثاني في شباك منتخب المغرب على استاد البيت في نصف نهائي كأس العالم. وأحرز هدف فرنسا الثاني راندال كولو في الدقيقة 79 بعد متابعة لتمريرة كيليان مبابي داخل منطقة الجزاء. سجل ثيو هرنانديز هدف فرنسا الأول في الدقيقة 5 بعد متابعة جيدة لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وهذه المرة الأولى التي تتلقى فيها شباك أسود الأطلس هدفا بأقدام المنافس، إذ أن المغرب لم يتلقى أي هدف في البطولة سوى عن طريق النيران الصديقة في مباراة كندا بدور المجموعات. كما أنها المباراة الأولى التي تهتز فيها شباك الأسود بالهدف الأول في اللقاء، إذ اعتاد المغرب التقدم في جميع المباريات التي خاضها باستثناء لقاء كرواتيا والذي انتهى بالتعادل السلبي. وطلب الاتحاد المغربي النظر فيما تعرض له المنتخب ومن ظلم التحكيم، وتحرك الفيفا للنظر في هذا الأمر وفي انتظار أمر يفرح الجماهير المغربية. وجاءت ردود الأفعال كالتالي: المغرب لو وصلت للنهاية متأكدة بتقدم أداء أفضل عن أداء فرنسا والأرجنتين مع بعض، لكن التحكيم والحظ في هالبطولة اثنينهم رايحين حق فريق معين. حين يقف التحكيم والفار ضدك فمن الطبيعي أن تخسر. شرفتونا يا أسود العرب، شرفتونا وشرفتوا المغرب. هارد لك المغرب، منتخب بطل ورفع راسنا بالمونديال. مدرب المغرب ما توفق بالتبديلات، دخول حمد الله ما له داعي. حكم المباراة ضيعوا ما يستحق التحكيم حتى بدوري مدارس. المغرب وصلت النهائي رغما عنهم ولن يرضوا له الاستمرار حتى لو نظمت التظاهر في أرض عربية. التحكيم عار فوق جبين الفيفا كالعادة، ولكن نحن فخورون بمنتخبنا وإنجاز العظيم، وديما مغرب.